وزي ما تعرف ممكن اللي خلاني ألعب في هذه الخانة حاجة المدرب والغيابات الكثيرة في الفريق اللي واضحة على الفريق. يعني ممكن المدرب كلمني قبل المباراة وكلمني على أن بحاجتي أني ألعب في هذه الخانة لأن النقص والغيابات كثيرة في الفريق وكذا. هذه اللي خلتني ألعب في هذه. يعني صراحة يعني من جد احنا كنا مضغوطين يعني مع جميع النواحي، لا جمهور لا اعلام لا، يعني كنا مضغوطين صراحة ضغط يعني ما يعلم فيه الا الله. ما ادري كيف احنا لعبنا هذه المباراة، لكن احمد الله سبحانه وتعالى انه اعطانا على قد نيتنا وفزنا بهالمباراة اللي حقيقة انا يعني احب على كل راس كل لاعب في هالمباراة، اللي شارك في المباراة واللي ما شارك، اللي جاء موجود اللي غير موجود، لان صراحة دخلنا هالمباراة كلنا اصرار وعزيمة ان نرد ولو جزء بسيط. بصراحة احنا كنا زي ما انت شايف النتائج اللي عانينا فيها، صراحة عانينا كثير، وصراحة جمهور رائد ما يستاهل اللي احنا نمر فيه اللي قاعد وهذه هدية بسيطة نقدمها لهم اليوم، وحنا كنا واخذين العزم انه 3 نقاط يعني ما نبغى غيرها، والحمد لله تحقق المراد يعني. والله شوف احنا يعني كذا ولا كذا يعني واخذين العزم ان نجيب جول ونبغى 3 نقاط باللي على قولتهم، والحمد لله يعني قدرنا نسجل ونحافظ وجبنا الثاني، والحمد لله زي ما انت شايف 3 نقاط حلوة يعني. طبعا فيها الصراحة يعني بكل أمانة يعني فيها استغلال الظروف، وهذه الكورة يعني ما أقدر أقول لك يعني الاتحاد قابلناه فريق كبير صح ناقص عناصر، لكن الحمد لله برضو اليوم كان عندنا الإصرار على ال3 نقاط. الهلال حيرسلون فاكس، طبعا كلموني شفويا، بالعكس يعني احنا نرحب مع اي فريق عنده مشاركه، ما عندنا اي مشكله. المباراه انتهت الان، لكن عندنا الاهم الان الفريق خاصه الان لازم نعده في مباراه قادمه يوم الاثنين القادم يعني امام الهلال، يعني هذا اهم شيء الان بالنسبه لنا في الفريق. الكابتن عبد الله غراب والذي اكد ان حضور المؤتمر الصحفي جاء بطلب من المشرف على الفريق الاستاذ جمال فرحان لاعفاء مدرب الفريق ماتياج كيك من منصبه.